كلمتكم مرة عن الأغذية أو الأكلات الفائقة المعالجة أو اللي نسميها بالإنجليزي highly processed. كيف إنها هذه مواد خطرة وما فيها تغذية حقيقية. هذه الألترا بروسيست هي إحنا أصلا كل أكلنا أغلبه يكون معالج، حتى البسترة مثلا، التخمير، التخليل، التجميد، هذا كله معالجة. لكن الالترا بروسيس الفائقة المعالجة انه يضيفون لها اشياء كثيرة مثل الشجر بكمية كبيرة، السولت، الدهون، الفات المهدرج، نكهات، الوان، شيء يحسن الطعم بحيث تستانس وانت تاكلها، سهلة الاكل. هذه الفائقة المعالجة هي اللي خطرة. طبعا في اطياف للأطعمة المعالجة، في فائقة المعالجة اللي هي تكون تقريبا عايدين تشكيلها، يعني صايرة شكلها غير عن الطبيعي، يعني ويكون فيها المواد الغذائية قليلة جدا، التغذية فيها قليلة جدا، كلها نكهات وإضافات، يعني تخدع الواحد، تخدع المخ وتخليه يحب ياكلها. في اللي ميني بروسيس اللي يعني معالجة يعني نص ونص، مو هالكثر، مو فائقة المعالجة، لازم ما تاكلها وايد. وفي عندك البروسيست يعني معالجة لكن مو كثير، يعني مو وايد معالجة، وممكن تاخذها بس مو وايد، يعني لا تكثر منها. وفي الغير معالجة تماما اللي هي أفضل شيء طبعا. فأنا راح أوريكم الأول شيء الفائقة المعالجة شلون هي. هذه كلها فائقة المعالجة. الشوكولات هذا، البسكوت مالح واللحم، مثل ما قلت يعني البيتزا المجمدة، يعني ممكن انت تاخذ عجينة احسن لك وتسوي عليها الاشياء اللي تبي تضيفها في البيت، افضل لك وايد. هاي راح تكون يعني ميني بروسيس بس مو الترا بروسيس مثل لما تشتريها مجمدة. اي اكل مجمد تبي تسوي تسخنه بسرعة، هذا ايضا الترا بروسيس على فكرة يعني. فانت دائما تطالع الاشياء المحتويه، الكي او المفتاح انك تطالع الانجريدينت. اذا شفت شيئين، اكثر من شيئين، 3 اشياء، 4 اشياء، اعرف ان هذه الترا بروسيس، يعني ضايفين لها حق الاشياء الاصليه، حق الغذاء الاصلي. او اذا شفت شيء اضافات ومو قادر حتى تقراهم، مو قادر تنطقهم، هذه الترا بروسيس. زين، قلت لكم الفرنش فرايز، البرجر، الصبوي، هذول كلهم هذول جنك فود، هذا فاست فود، يعني الترا بروسيس. يعني انت قاعد تحط اشياء خطره في جسمك، وراح اقول لك بعدين شنو ضرر الالترا بروسيس. طبعا مشروبات الطاقه ايضا هذه الترا بروسيس، لانه ضايفين لها وايد اشياء مغيرين. في قلت لكم في عندنا الميني بروسيس اللي هي هذه، مثلا هذه فيش فينجرز، هذه ميني بروسيس، يعني تاكلها بس مو تاكلها وايد لما يكون عندك ما عندك وقت، يعني معالجة بس معالجة يعني بقلة، ميني بروسيس. الخبز حتى خاصة الأسمر، زين، هذا يكون ميني بروسيس بس ما تكثر منه. هذه مثلا الأكل الفريش بس في قوطي مسوينه، تشوف الانجريدينتس، مثل هذا ريسي جروت، يعني مثل ما شي يسمونه بالمحلبية ولا شي يسمونه ما أدري، هذا بس حليب أكثر وضايفين له بس شوية عيش، شوية ملح. هذا ميني بروسيس، يعني أيضا لا تكثر منه بس زين. طبعا أيضا الميني بروسيس أي شيء يكون صلصات، مثلا الصلصات اللي تشتريهم، صلصات الباستا مثلا، بتسوي باستا، الصلصة هذه اللي تكون في العلبة، مو في التشيز، في العلبة، هذه أيضا ميني بروسيس. مثل هذه مثلا، هذه ميني بروسيس، يعني تاخذها بس مو وايد. في عندنا البروسيس اللي هي تكون معالجة وممكن تاخذ منها، يعني هذه زينة، مو مشكلة. يعني مثلا الخضروات المجمدة ما فيها شيء، الاوليف اويل، زيت الزيتون، هذا بروسيس بس يعني ممكن تاكل منه عادي. نوع الجبن هذا مثلا مو ضايفي له شيء، بس شيء ملح بسيط، والباقي كله جبن، يعني هذا بروسيس معالج فقط، يعني ممكن تاكل منه. الزبدة هذه أيضا مثل ما قلت لكم لازم تطالعون المحتويات. هذا النوع من في أجبنة ألترا بروسيس، بس هذا الجبن
الحين نأتي إلى النانو بروسيس فود، يعني الأطعمة الغير معالجة، وهي القاعدة اللي لازم تاخذها. الغير معالجة هي أي شيء تاخذه من الأرض، من التربة، يعني فواكه أخذتها من الشجر ما سويت لها أي معالجة، خضروات من المزرعة يعني ولا سويت لها أي معالجة، هذه نانو بروسيس، هذه ممتازة. هذه هي الأكل لازم تاكله. أو السمك الفريش اللي جاي من الماي غير معالج، هذا ممتاز ممكن تاكل منه. اللحم اللي من البوتشر من الجزار على طول، هذا غير معالج، هذا نانو بروسيس ممتاز ممكن تاكل منه. يعني مثل ما قلت لكم هذه أمثلة، فواكه، طماط، تفاح، جزر، خيار، بصل، هذه شو يسمونهم، البقوليات أيضا هذه نانو بروسيس. هذه هي الأكلات اللي لازم أنت تركز عليها أكثر، وتاخذ بعدين اللي قلت لكم عنها اللي هي الحليب والجبن والزبد والخضروات والفواكه المجمدة.